وبيقوم واحد من النوم بيلاقي نفسه تعبان ودرجة حرارته 48 وعنده حمى شديدة، وفجأة بيبدأ يترعش جامد ومفاصله كلها وعضلات جسمه بتطول وشكل جسمه بيتغير خالص، وفي الآخر بيتحبس جوه شرنقة غريبة وبتكون مليانة سوائل لزجة جدا. وبعد كام دقيقة الشرنقة بتتفتح وبيخرج منها وبيلاقي نفسه شخص تاني خالص وكأنه اتولد من أول وجديد، وبيفرح جدا لأنه بقى أوسم من الأول بكتير ورفيع وعنده عضلات، مع إنه كان تخين جدا وما بيقدرش يتحرك من مكانه. وفي نفس الوقت بنشوف عارضة أزياء ماشية على المسرح جوه قاعة كبيرة موجودة في باريس، وكل حاجة بتكون ماشية تمام التمام لحد ما بتبدأ تتعب وجسمها بيعرق جامد وبتهرش في جسمها بطريقة غريبة، وبتهجم على واحدة من الضيوف وبتاخد منها المية اللي معاها بالعافية، وبتتصرف الموديل بطريقة وحشية جدا مع كل اللي حواليها، وأي حد بيفكر يقرب منها بتضربه وبتأذيه. وفي الآخر بتسرق موتوسيكل وبتهرب بيه وبتمشي بيه على السلم عادي جدا ومش فارق معاها أي حاجة خالص، وطبعا بتسوق بتهور وسرعة كبيرة وبتكون مش مركزة في إشارة المرور، وبسببها بيحصل حوادث كبيرة لحد ما الموتوسيكل بيتقلب بيها وبتقع من عليه. وبكل هدوء بتقوم وبتدخل المطعم اللي قدامها وبتشرب كل المية اللي جوه بشراهة كبيرة لحد ما معدتها في الآخر بتوجعها، وطبعا بتأذي كل الزباين اللي جوه وبتأذي ناس كتير منهم. ولما بتعرف إن كل المية اللي حواليها خلصت بتدخل الحمام بسرعة وبتشرب المية اللي جوه كمان، وبيبدأ جلدها يتحرق وبيخرج منه دخان جامد جدا وكأن في حريقة جوه جسمها. وبعدها بشوية بيدخل راجل معاه سلاح وبيخلص عليها من غير أي تفكير، والغريب إن الرصاص ما بيأثرش فيها وبتهجم عليه وبتحاول تنتقم منه وبتفضل تضرب فيه لحد ما بيموت، وبتتحول من عارضة أزياء جميلة لوحش كاسر بيدمر أي حد وأي حاجة بتقف في طريقه. ولما بتخرج من المطعم بتلاقي فريق الشرطة بالكامل واقف قدامها وبيهددوها بالأسلحة بتاعتهم وبيأمروها تستسلم، وبيتصدموا لأنها بتقدر تفجر واحد منهم وجسمه بيتقطع لأشلاء قدام عينيهم. وبنروح بعدها الفندق في باريس وبنتعرف على محقق في المكتب الفيدرالي اسمه كوبر وبتكون معاه حبيبته بنت، وبنفهم إنهم ما تقابلوش بقالهم فترة طويلة، وبالرغم من كده بيحبوا بعض جدا ومحافظين على علاقتهم طول الوقت. وبيحس كوبر إن في حاجة متغيرة في بنت المرة دي لأنها مش طبيعية خالص، وبيحكوا لبعض كل اللي عملوه في حياتهم الفترة اللي فاتت. وبالصدفة كوبر بيقول لها إنه اتعرف على بنت من على الإنترنت الأسبوع اللي فات، ولما قعد يتكلم معاها سألته بطريقة غريبة لو استخدم قبل كده نوع من المضادات الحيوية، وبيستغرب إنها مركزة في شكله جدا ودي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. وبيشرح لبنت إن الناس دلوقتي عندهم المظهر أهم حاجة وده شيء مش كويس خالص. وبعد ما بيخلصوا قعدتهم بيستعدوا علشان يبدأوا شغلهم، وده لأنهم مع بعض في نفس المكتب، وكمان هما الاتنين من أشطر الناس اللي موجودين في مكتب التحقيقات وبيشاركوا في عمليات مهمة جدا، وجايين هما الاتنين باريس علشان يحققوا في قضية عارضة الأزياء الغريبة، وبيقعدوا يتفرجوا على كل الفيديوهات المتسجلة عن الحادثة وبيشكوا إنها ممكن تكون كانت شاربة مخدرات وهي السبب في كل الهلاوس اللي كانت بتعملها. وبيفهموا إن مركز السموم لسه ما قالش نتيجة التحاليل بتاعتها، وبيقعدوا يستنوا النتيجة بفارغ الصبر علشان يفهموا إيه اللي حصل. وللأسف مات بسببها حوالي 5 واتنقل للمستشفى 7 كمان وحياتهم في خطر. والمصيبة الأكبر إن نفس الحوار ده اتكرر من شهر في لندن ومن 6 شهور في برلين، وأكيد كل ده مش مجرد صدفة وفي حاجة كبيرة ورا الحوار ده. والحاجة الوحيدة اللي بتجذب انتباههم إن ال3 حالات بيشربوا مية بكميات كبيرة جدا، وبعد ما بيجمعوا كل المعلومات بيروحوا هما الاتنين علشان يعاينوا الجثة بنفسهم وبيلاقوها مشوهة بالكامل وشكلها صعب جدا. وبتصدمهم الدكتورة لما بتشرح لهم إن الجثة مضروبة برصاصة في كتفها قبل ما تموت، والغريب إن الجرح اتعالج لوحده بطريقة ملهاش أي تفسير منطقي، وكمان الجسم اتحرق من جوه بكل الأعضاء الداخلية. وبتحاول الدكتورة تشرح الجثة يمكن تفهم سبب كل ده، وبتقول لهم إنها بتشتغل في المجال ده بقالها سنين طويلة ولكن عمرها ما شافت حاجة زي دي أبدا. وفي الوقت ده كوبر بيفتكر حادثة حصلت قدامه من سنة، وبيقول لهم إن في واحد بيشتغل معاه اضطر يبلع قنبلة حرارية عسكرية ودمرت كل أعضائه الداخلية بنفس الطريقة، وبيشك إن العارضة دي ممكن يكون حصل معاها نفس الحوار. وبتشرح له الدكتورة إن الحالة دي مختلفة لأن مفيش أي أثر لمواد كيميائية في جسمها خالص، والأغرب إن النار لسه موجودة لحد دلوقتي، ومن ساعة بالظبط درجة حرارة الجسم كانت عالية جدا لدرجة إن في جزء من عظمها كمان داب. وبتشك إن عارضة الأزياء كانت بتتألم بسبب الحرارة اللي جوه جسمها وعلشان كده شربت مية بكميات كبيرة. وفي الآخر بيتفقوا كلهم إن دي حالة مش عادية خالص وأكيد في لغز كبير ورا اللي حصل. بعد كده بنروح بالمشهد لنيوجيرسي وبيقعد واحد اسمه آين يتكلم فيديو مع واحدة على الانترنت مقابل فلوس، وبنفهم انه فقير وعايش على قده مع امه في نفس البيت وبيعتمد عليها كمان في كل مصاريفه الشخصية، وكمان ما بيشتغلش وقاعد في البيت طول الوقت ما بيعملش اي حاجة. وبتتحايل عليه مامته يرجع يكمل دراسته تاني وده لانه كان ساب المدرسة، بس هو بيرفض وبيعاند معاها طول الوقت، وكل مرة بتفتح الموضوع ده معاه بيتخانق معاها وبيغلط فيها وبيدخل في نوبة غضب كبيرة جدا. وبنفهم انه شخص فاشل بيعتمد على عيلته طول الوقت ومش
ومش مفيد في اي حاجه، وحياته كلها مقضيها هزار وكلام مع البنات وشرب سجاير، وطول الليل بيتواصل مع ناس ما يعرفهمش على الانترنت، وفي الاخر بيتعرف على رقم مجهول وبيتفق معاه انهم يتقابلوا في مكان معين وبياخد منه العنوان، وتاني يوم الصبح بيقرر يروح لهناك، وطول الطريق بيفضل يعاكس في البنات، ولما بيوصل للعياده بيكتشف انها عياده تجميل، وبيستقبله موظف شكله غريب جدا وباين انه عامل عمليات كتيره جدا في وشه، وطبعا بيبدا يجذب ايان بنقط ضعفه، وبيكون عارف انه بيعاني من السمنه وتخين، ودي حاجه بتخلي البنات تبعد عنه ومحدش بيحب يرتبط بيه، وكمان ما عندوش اي ثقه في نفسه، وبيقنعوا الموظف انهم هنا في العياده يقدروا يساعدوه وحياته كلها هتتغير ومشاكله هتتحل، وبيقنعوا الموظف علشان يعمل عمليه تجميل لجسمه بالكامل، وبيوعده انه هيتغير جدا، وفعلا ايان بيوافق على كل اللي هو بيقوله وبيقتنع بسهوله، وفي نفس الوقت ده كوبر بيكمل التحقيق بتاعه وبيقدر يجيب كل المعلومات اللي تخص الثلاث حالات اللي حصلت معاهم نفس الحادثه، وبيتصدم لما بيعرف ان هم الثلاثه قبل ما يدخلوا عالم الموديلنج كانوا تخان جدا وبيعانوا من السمنه، وطبعا مستحيل يوصلوا للجسم الجميل والشكل ده الا عن طريق عمليات التجميل، والاغرب من كل ده ان هم الثلاثه حصلت معاهم نفس الحادثه في السنه الثانيه من بعد عمليات التجميل اللي عملوها، وبيحاول كوبر يلاقي اي دليل يربطهم ببعض، وللاسف ما بيلاقيش اي حاجه ومش قادر يفهم ايه الصله اللي بينهم، وبيكتشف كمان ان الثلاثه قطعوا علاقتهم باهلهم قبل ما شكلهم يتغير على طول، وبيجيب كوبر معلومات عن حياتهم القديمه واصل كل واحد فيهم، وبيكتشف ان في واحده منهم اصلها كان الماني وكانت بتشتغل في اي حاجه علشان تصرف على نفسها، وكانت بتعاني طول الوقت من الفقر، ومامتها ماتت من كام شهر بطريقه غريبه جدا والاسباب مش معروفه، والحاجه الوحيده الواضحه ليهم ان الثلاث حالات اللي عملوه تقريبا نفس نوع عمليه التجميل اللي حولت شكلهم للدرجه دي، وبيفكروا يا ترى ايه التقنيه اللي استخدموها في العمليات اللي زي دي، ومش بعيد يكون ليها علاقه بكل اللي حصل لهم، وبنفهم ان العياده اللي ايان راح عليها هي نفس العياده اللي البنات عملوا فيها التجميل قبل كده، وتقريبا هيواجه نفس المصير في الاخر، وللاسف ايان بيعمل العمليه وبيروح يحتفل في مكان وبيسهر فيه لوحده، والاول مره بيستغرب جدا لان في بنت بتحاول تتعرف عليه وبتعجب بيه وبشكله جدا، وبيقوم يحتفل وبيرقص معاها وبيفرح جدا، وبيحس ان اخيرا حياته كلها اتغيرت وهيبدا يعيش سنه زي اي شاب تاني، وبعد كام ساعه بيتعب جدا وبيجري على الحمام وبيفضل يرجع، وبيتصدم في الاخر ان البنات كانت بتلعب بيه ومشيوا في الاخر وسابوه يدفع الحساب كله، وبيتضايق جدا ساعتها وبيحس انه بيتخدع بسهوله وبيصدق اي حد وخلاص، وبيرجع للعياده تاني وبيمسك سلاح وبيهدد الموظف بيه، وبيساله ليه البنات ما بتحبوش لحد دلوقتي، والموضوع بيقلب بجد لدرجه ان الموظف بيترعب منه، فبيحاول يهديه وبيقنعه يديله فرصه تانيه، وفعلا هيغير حياته بالكامل وشكله هيكون احسن بكتير من الاول، وبياخده الفندق غالي جدا وبيحجز له اوضه كبيره، وبيطلب منه يقلع هدومه ويستعد كويس لان العمليه الجديده هتبدا في خلال كام دقيقه، وطبعا ايان بيتوتر جدا وبيخاف بعد كل ده يفضل زي ما هو برضه ويعاني في الاخر، وبيفكر يقتل الموظف وبعدها ينتحر ويريح نفسه من كل ده وخلاص، وفي اللحظه دي بتدخل عليهم ست لابسه اسود في اسود، وساعتها الموظف بيحاول يهديه وبيطلب منه يقلع هدومه وبيوعده ان النتيجه هتعجبه جدا، ولو في اي حاجه غلط ممكن ساعتها يقتلهم بكل بساطه، وبيضطر ايان يسمع كلامهم للمره الاخيره وبيفضل ماسك السلاح في ايده وبيرفض يسيبه، وبتدخل الست وبتاخد ملف ايان وبتتحمس جدا للعمليه وبتطلب من الموظف يخرج ويقفل الباب وراه، وبتشرح لايان ان اسمها كلير وبتطلب منه يهدى، وبتوعده مش هيحس بالعمليه خالص لانها بتخلص بسرعه، وفعلا بعد كام ساعه بيفوق وبيلاقي نفسه لوحده ودايخ ومش قادر يقف على رجليه ومش شايف كمان كويس قدامه، وبيقوم يتصل بسرعه بالاستقبال وبيطلب منه ميه كتيره ومسكن لانه تعبان وبيتألم، وفعلا بيشرب كميات ميه كتيره جدا، وبالرغم من كل ده بيفضل عطشان طول الوقت، وبيكتشف ان حرارته 48 وفجاه بيترعش جامد وجسمه كله بيتحرك بطريقه غريبه وبيغمى عليه بعدها على طول، ولما بيرجع لوعيه بيشوف كل مفاصل وعضلات جسمه بتتحرك وبتكبر، وبيكتشف ان ايده بقت رفيعه خالص، وبنرجع لنفس المشهد تاني وبيلاقي نفسه محبوس جوه شرنقه، واول ما بتتقطع بيكتشف ان شكله اتغير بالكامل وكانه اتولد من اول وجديد وبقى وسيم جدا ورفيع وعنده عضلات، وفي نفس الوقت ده نتيجة التحليل بتظهر وبيكتشف كوبر ان اجسامهم فيها فيروس غريب جدا ومحدش قادر يتعرف عليه، وبيتأكدوا ان الفيروس ده ما بينتقلش عن طريق الهواء العادي وبيتنقل عن طريق السوائل، وبيشكوا طبعا ان دي ممكن تكون حرب فيروسية وان الموضوع خطير جدا وممكن يكبر اكتر، وبيأمرهم المدير يستعدوا ويسافروا لمدينة البندقية في اسرع وقت ممكن لان في حادثة جديدة حصلت هناك، وفعلا من غير اي تفكير بينفذوا الاوامر وبيوصلوا مع بعض لهناك وبيحددوا موقع الحادثة وبيروحوا عليه على طول، وبيتكلموا
بيتكلموا مع الشرطة وبيجمعوا منهم معلومات أكتر، وبياخدهم واحد من الضباط للأوضة اللي حصلت فيها الحادثة، وبيلاقوا الجثة مقسومة نصين بالكامل وبشكل مرعب ومربوطة كلها بشرايط غريبة وكأن في حد هو اللي عامل فيها كده بكل احترافية، وبيلاقوا رمز غريب مرسوم على الحيطة مكان الحادثة. وبعد ما بيجمعوا معلومات أكتر كوبر بيفهم إن ده نوع من أنواع القرابين وطقوس تضحية بتتعمل، وبيلاقوا فيديو الضحية مصوراه قبل ما تموت على طول وبتحاول تحذر من حاجة وكلامه كله مش مفهوم خالص. وبيقعدوا هما الاتنين يحللوا الموقف ده وبيكتشفوا إنها مجرد حرب فيروسية زي ما هما فاكرين، وإن الموضوع أكبر من كده بكتير وفي ألغاز كتيرة لازم يحلوها. وبيصمم كوبر يحل القضية دي ويلاقي القاتل بأي تمن، وبيتصدم لما المدير بيتصل بيه وبيطلب منهم يسافروا لنيويورك حالا، وده لأن في صحفية كبيرة جدا ماتت بسبب حريق غامض والخبر انتشر في البلد كلها وعايزين يوصلوا للفاعل في أسرع وقت ممكن. ولما بيعرفوا كمية الضغط اللي عليهم بتقرر بينت تدور على مكان حلو على الأقل يقضوا فيه الليلة دي، وبتحس ساعتها إن كوبر مش مهتم بيها خالص، وبتتأكد إن علاقتهم هتفضل علاقة عابرة وخلاص يعني، وإنه مش ناوي يتقدم لها أصلا. ولما بتتكلم معاه في الحوار ده بيبرر إنه مش عايز يركز في أي حاجة غير الشغل ومش مهتم بالحياة الشخصية خالص ولا عايز يربط حد جنبه، وبيتخانقوا مع بعض في الآخر. وعلشان تضايقه بتقرر تروح تسهر مع واحد تاني قاعد في المكان، وبيضطر يسيبها ويرجع الفندق لوحده. وفي الوقت ده بيهجم عليه اتنين شكلهم غريب وبيحاولوا يتخلصوا منه، وواحد منهم بيغطي وشه بكيس بلاستيك وبيبدأ يخنق فيه، وبيهرب كوبر من بين ايديه بأعجوبة وبيجري يستخبى بسرعة، وبيعرف انهم لسه وراه وبيستنى الوقت المناسب، واول ما بيقربوا منه بيهجم عليهم وبيبدأ يضرب فيهم واحد ورا التاني، وبيمسك شاكوش وبيضرب واحد منهم على ايده بكل قوة لحد ما بيكسرها في الاخر. وبيظهر قوة وشجاعة كبيرة جدا لانه متدرب كويس وبيشتغل في مكتب التحقيقات بقاله سنين طويلة. وبيفضل كوبر يشتت في التاني وبيستنى اللحظة المناسبة وبيرمي عليه سقالة كبيرة، وبيجري كوبر بسرعة وبيحاول يهرب، وبيتصدم لما بيشوف واحد منهم لسه بيجري وراه بعد كل ده، وبيعرف انه مش هيتخلص منهم بسهولة. وفي نفس الوقت ده بنت بتنام في بيت الراجل اللي اتعرفت عليه، وبتقوم من النوم وبتلاقي نفسها تعبانة جدا وبتشرب مية كتيرة خالص، وفجأة بتظهر عليها نفس الأعراض تاني وبتبدأ تتشنج وتترعش جامد وما بتكونش عارفة تقف على رجليها، وبتتحبس جوه شرنقة. وأول ما بتطلع منها بتكتشف ان شكلها بقى حلو جدا وجسمها مثالي بطريقة مرعبة وما فيهاش ولا غلطة تقريبا. وفي نفس الوقت ده في روما بنشوف واحد غني جدا قاعد في الفيلا بتاعته وبيتواصل مع قاتل مأجور لابس نظارة شمس وبدلة وماشي في الشارع، وبنفهم من كلامهم مع بعض ان في مصل معين جواه فيروس غامض وتقريبا هو ده سبب كل اللي بيحصل للناس. وبيبدأ القاتل يمشي ورا الهدف بتاعه لحد ما بيدخل في شارع ضيق وبيرميه بسهم صغير جدا جواه نوع من السموم البسيطة والسريعة خالص، وفعلا مفعوله بيبدأ خلال ثواني بالكتير. وبعدها على طول القاتل بيوصل لمكان تاني وبيطلع سكينة مصنوعة من مادة عالية جدا من الكربون، وبيها بيقدر يقطع اي حاجة بدقة كبيرة، وبيعلق الراجل اللي خدره قبل كده وبيستعد علشان يقطعه. وفي الوقت ده بيتصل بيه صاحب الشركة وبيطلب منه كل التفاصيل المهمة الجديدة وعايز يعرف هو وصل لإيه بالظبط لحد دلوقتي، وبيتفقوا مع بعض على كل حاجة، وبيطلب المدير منه ينجز المطلوب منه من غير ولا غلطة يا إما بقى هيدفع الثمن غالي خالص. وبيحذره أول ما يخلص يروح يقابل دكتور التجميل على حسب الاتفاق اللي بينهم، وبنكتشف إن المدير بتاعه ده واحد اسمه العداء وده شخص معروف جدا في البندقية، وبنفهم كمان إنه صاحب الفيروس ده وهو اللي بينقله بين الناس بطريقة معينة من غير ما أي حد يحس بأي حاجة. ونفس العيادة بتاعته هي العيادة اللي أيان عمل فيها عملية التجميل بتاعته، وطبعا هو سبب كل البلاوي دي. وبيتوتر لما بيعرف إن مكتب التحقيقات بدأ يدور على الفاعل وبيحاول يعمل حسابه كويس علشان محدش يوصل لمكانه في الآخر. وطبعا بنفهم إن الرجالة اللي حاولوا يقتلوا كوبر امبارح دول تبعه وبعتهم علشان يتخلص منه ويقفل بقى الحوار ده خالص. وفي المقابل القاتل بيتصل بحبيبته وبيقول لها ان في عميل جديد جاي النهارده ولازم تكون في استقباله، وبتحاول حبيبته تقنعه يبعد عن الشغل ده خالص، وبتقول له ان ابنه محتاج وما ينفعش يعرض حياتهم للخطر طول الوقت بالطريقه دي. وللاسف هو بيرفض يعترف اصلا بابنه، وكل اللي بيقدر عليه انه يديلهم فلوس وبس، وبيضغط عليها علشان ما تطلبش منه حاجه اكتر من كده. وبنرجع تاني للمدير وبيقعد يستمتع بوقته شويه لحد ما بتدخل عليه ست شكلها غريب وبتطلب منه يروح ياخد اخوه تاج بسرعه، وده لانه عامل مشاكل كتيره ومحدش قادر يسيطر عليه خالص. والغريب انه بيسمع كلامها من غير ما يعترض خالص. وفي الوقت ده شرطة فينيسيا بتقبض على كوبر وبيتهموه انه قتل الاثنين اللي لقوا جثثهم امبارح، ولانه مش عارف يتفاهم معاهم بيطلب منهم يتواصلوا مع مكتب الامن الاول ويتكلموا مع ضابط اسمه سارا بيم، وبيوعدهم انه هيشرح لهم كل حاجه بالتفصيل وهيجاوب على كل اسئلتهم. وبيفضلوا يضغطوا عليه لمده 4 ساعات تقريبا لحد ما بيحس انه خلاص مش قادر يتحمل. ومن حظه الحلو ان المديره بتاعته بتوصل في الوقت المناسب وبتقدر تاخده معاها وهي ماشيه وبتحل
المشكلة في ثواني. وبيتصدم كوبر لما بيدور على بينت في كل مكان وملهاش أي أثر ولا حتى بترد على الموبايل بتاعها، ومش موجودة كمان في الفندق وكل حاجتها هناك. وبتشرح له المديرة إن في قضية جديدة في نيويورك، ودي القضية الجديدة الخاصة بالصحفية. وبتحكي له إن في اليوم ده كان في 2 من الصحفيين قاعدين في الحفلة بيتكلموا مع بعض وبيقولوا رأيهم في عمليات التجميل الجديدة وبيعلقوا على المشاكل بتاعتها. وفي الوقت ده بتيجي زميلتهم وبيلاقوها تعبانة جدا وبتعرق بطريقة غريبة، وبيقترح جيسون عليها تاخد أجازة وتروح تستريح أحسن، بس هي بترفض وبتقول لهم إنها خلصت كل الأجازات بتاعتها والمدير مش هيوافق على أي أجازة تانية. وبعدها بشوية حالتها بتسوء أكتر وبتبدأ تتشنج بطريقة مرعبة وبتبدأ تتعصب وبتتصرف زي عارضة الأزياء بالظبط، وبتتعامل بعنف مع كل اللي حواليها وبتضرب أي حد بيقف في طريقها، وبتمسك صاحبتها وبترميها من الشباك قدام كل اللي موجودين. وفي لحظة واحدة بتتجمد مكانها وبتتفجر بالكامل وبتقع بقعة دم كبيرة على عيون جيسون، وبيبدأ يصرخ وبيحس بألم غريب جدا، وبيبدأ المرض ينتشر بينهم كلهم. وبتحكي المديرة لكوبر إن الاتنين اللي هو قتلهم امبارح كمان مصابين بالفيروس، وده معناه إنه ممكن يكون هو كمان مصاب وبينقل العدوى. وبتضغط عليه علشان يروح للفحص غصب عنه وتتأكد بنفسها إنه سليم. وفي الوقت ده القاتل بيوصل للمستشفى وبيدمر كل كاميرات المراقبة علشان ما يسيبش وراه أي دليل. وفي الوقت ده بيسمع صوت منشار كهرباء جاي من أوضة العمليات، وبنكتشف إن نفس الموظف موجود جوه وبيقطع جثة أيان بعد ما مات. وبيهدده القاتل وبيحاول يعرف منه هو إزاي اتعرف على كلير، وبيحاول الموظف جاك يشرح له إنهم اتعرفوا على بعض عن طريق الدارك ويب، وبيوري له القاتل صورة ضحية البندقية وبيضغط عليه علشان يقول كل حاجة ليه. وبيستغرب لما جاك بيأكد له إنه طلب من كلير تحول شخص واحد بس ومالوش أي علاقة بكل الحوادث التانية. وبيكتشف منه إن أيان لسه عايش وبيفضل يهدد فيه لحد ما بيتصل بأيان وبيحاول يعرف عنوانه، وبيبدأ القاتل ياخد كل المعلومات اللي هو عايزها. وبعدها شغله بينتهي مع جاك وبيخلص عليه قبل ما يخرج ويسيب العيادة. وبعدها على طول بيوصل لعنوان أيان وبيدخل لجوه من غير ما يحس بيه خالص، وبتحصل بينهم حرب كبيرة وكل واحد بيحاول يخلص على التاني بأي طريقة. وبالرغم إن أيان بقى رياضي وجسمه كويس وقوي، ولكن القاتل بيكون أقوى منه بكتير وبيسيطر عليه في ثواني، وبيبدأ يهدده بسلاح وبيضغط عليه بالكلام جامد علشان يحكي كل اللي حصل بالتفصيل. ولما بيعرف إن كان معاه واحدة بيصمم إن أيان يتصل بيها وبيكذب عليها إنه عايز يطمن عليها ويجيب دواء، وبياخد عنوانها بكل سهولة. وبعدها القاتل بياخده وبيروح لهناك على طول، وبيفضل طول الطريق يسمع أغنية غريبة ويغني معاها، وبيكون مستمتع جدا وبيقول له إنه بيحب الأغنية دي وبيشغلها قبل ما يقتل أي حد لأنها بتشجعه يكمل شغله للآخر. وطبعا أيان بيفضل قاعد مصدوم ومش مصدق اللي هو بيعمله، وساعتها بيتأكد إنه مختل عقليا. ولما أيان بيحاول يهرب القاتل بيمنعه في الوقت المناسب وبيجبره يكمل معاه بالعافية، وبيفضل يتكلم عن المغني المفضل بالنسبة له وقد إيه المغني ده اتظلم زمان ومحدش كان بيعمل له دعاية كبيرة، وعلشان كده ناس كتيرة ما كانتش تعرفه، وفضل مجهول سنين طويلة وبيدور على الشهرة بأي طريقة. وبيستغرب أيان إن عنده معلومات فنية كبيرة جدا وكتيرة وإنه بيهتم بحاجات غريبة خالص. وبعد كام ساعة من الرغي أخيرا بيوصلوا لعنوان نفس البنت، وبيفضل يهدد أيان علشان يخبط على الباب غصب عنه، ولما محدش بيرد خالص بيكسر الباب بكل بساطة وبياخده وبيدخل، وبيبدأوا يفتشوا البيت كله. ولما بيدخلوا الحمام بيتصدموا إنه مليان دم، وفي المطبخ في آثار نفس الشرنقة الغريبة. وفي اللحظة دي البنت بتهجم عليهم وبتبدأ تضرب القاتل بكل قوتها ومحدش منهم بيقدر عليها. وطبعا بنفهم انها مصابه وعلشان كده عندها قوه مش عاديه وبتتصرف بجنون ووحشيه كبيره، وبتدخل في حرب كبيره معاهم هما الاثنين. واول ما بتهجم على ايان بيضطر يدافع عن نفسه وبيمسك طاسه وبيضربها على راسها بكل قوه، وبيستغل انها وقعت على الارض وبيفضل يضرب فيها اكتر من مره لحد ما القاتل بيوقفه بالعافيه وبيهدده بسلاحه وبيأمره يقعد على الكرسي وبيطلب منه يستعد علشان يخلص عليه. وفي اللحظه دي ايان بيستسلم بكل سهوله وبيفتكر كل حياته الصعبه وانه طول الوقت شخص فاشل وعمره ما نجح في اي حاجه، وبيكون عارف ان هي دي النهايه اللي يستحقها واحد زيه. والاغرب من كل ده ان القاتل لاول مره بيتعاطف مع حد وعلى اخر لحظه بيرجع في كلامه وما بيرضاش يقتله، وبياخده كمان في مكان علشان ياكلوا مع بعض ويستريحوا شويه. والسبب في كل ده انه حس بايان واتاثر بكلامه، وده لانه كان زيه في يوم من الايام. وبنفهم ان هو كمان مصاب بنفس الفيروس ولكن بنسخه اصليه جايه من المختبر على طول، وعلشان كده ما عندوش اي اعراض جانبيه. وبيحكي له انه اصلا عنده 65 سنه والفيروس ده رجعه شاب تاني وصحته بقت كويسه جدا، وعلشان كده الفيروس ده ليه قيمه كبيره جدا والكل بيدور عليه. وفي ناس سرقت نسخه منه وبدات تعدل عليها وتبيعها في كل مكان في العالم عن طريق الانترنت والدارك ويب. وطبعا كل الحاجات دي بسببها ظهر اعراض غريبه جدا على المرضى وكتير منهم بيموت بطريقه بشعه جدا في الاخر. وبيحكي له القاتل ان الشركه اللي عامله المنتج الاصلي دفعوا له مبلغ كبير جدا مقابل انه يتخلص من كل النسخ اللي فيها عيوب وكمان الناس المصابه، وبيعرض على ايان يشتغل معاه ويبقى المساعد الخاص بتاعه، وخصوصا انه شافه بيقتل البنت
بيحاول يدافع عنه وانقذ حياته من الموت، وفعلا بيوافق على عرضه في الاخر وبيقرر يشتغل معاه. وفي الوقت ده كوبر بيوصل للمختبر وبيعمل التحليل وبيقعد يستنى النتيجه، وبيفرح جدا لما بيتاكد انه مش مصاب وجسمه مش حامل للفيروس، وبيفكر يروح يدور على بينت لانه قلقان عليها جدا. وللاسف المدير بيرفض وبيصمم ياخده بطياره خاصه لنيويورك علشان يحل القضيه الجديده، وبيتصدم لما بيعرف ان درجه حراره الصحفيه وصلت ل 180 درجه وهي اصلا ميته، وعلشان كده بيعزلوا كل الناس اللي موجودين في القاعه وبيرشوا عليهم سائل من نوع خاص علشان يتاكدوا ان مفيش حد فيهم اتصاب بالفيروس. وطبعا كوبر بيكون عنده اسئله كتيره جدا ملهاش اي اجابه، وعايز يفهم مين اللي عمل الفيروس ده وايه غرضه كمان من نشره في العالم كله، وكمان عايز يفهم ايه سبب اختفاء بينت المفاجئ ده. ولحد هنا بتنتهي احداث قصتنا النهارده. فلو عجبتكم الحكايه بقى وعايزين الجزء الثاني اكتبوا لي في الكومنتات، واشوف بقى وشكوا على خير. سلام.